السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا أحد المتابعين صراحة يسأل عن كيف عملية الفاكيوم تعمل مع هذه المحابس. هذا محبس كبير وهذا محبس صغير. راح نرويكم كيف عملية الفاكيوم تعمل مع هذه المحابس. زين، وما هي الطريقة؟ الله يحفظكم. خلينا نوصل فقط إلى مكان الشرح مثل ما يقولون. نشيل هذه البلاوي كلها. زين، نتكلم عن الموضوع. طبعا هذا بالعادة، طبعا أنا شليت الإبرة اللي كانت هنا، ولا مو بإبرة، هذه التوصيلة. زين، الإبرة طبعا هنا. طبعا هذه المحابس صراحة اشتريتها. زين، في العادة ما تحصل خط الضغط فيه إبرة، لكن هذا وجدت فيه إبرة. زين، يعني أقدر أبدله زين مع المحبس إذا اخترب. أوكي، وخط الراجع يكون 200، وبالأصل يكون فيه، خلينا نفك هذه. زين، بالأصل يكون فيه أو تكون فيه الإبرة أو خط الخدمة. زين، يعني بالأصل المحبس يكون بهالشكل كذا. زين، وهذا أصلا ما يكون فيه إبرة، لكن جمال جاب لكم واحد فيه إبرة. وهذه التوصيلة تكون واصلة في النظام. زين، فبالأصل يكون هذا موصول بالنظام، وهذه منطقة البراقي تكون زين لاصقة بهالشكل في الوحدة الخارجية. زين، بهالشكل. أوكي، يعني هذا الجزء أنت ما تشوفه إلا إذا فتحت الغطاء من داخل. أوكي، خلونا من هالكلام كله. وهذه التوصيلات تكون مال الهوس، طبعا 1/4، وهذا تقريبا هذا 1/4. أوكي، لا وين أي واحد فيهم وين راح؟ والله ما أدري وين حطيته. زين، وهذا راح يكون تقريبا 5/8. زين، أو حسب جهازك وما يأخذه. زين، فتلاحظون المسمار هذا. فبالعادة زين يكون الله يحفظكم. خلني بس بفتح هذه الإبرة، بطلعها من مكان، أو ما يحتاج خلاص. هذه اللي في إبرة هني، لا بعد بشيل هذه الإبرة، بشيل إبرة من واحدة بس فقط عشان أرويكم. راح أفتح أو أطلع الإبرة هذه. زين، راح أطلعها الإبرة من هني أساس أرويكم شو اللي راح يصير. زين، إذا أنت ركبت الهوز. زين، أوكي. طبعا نشوف شوي بس، افتح هذا الخط. طبعا الحين في العادة المحبس يكون مسكر بهالشكل. يوم أنت تجيبه من الوكالة، تجيب الجهاز من الوكالة. زين، خلنا ناخذ فقط هذا شو قياسه، راح ياخذ هذا. زين، بعد هذا ركب هني عشان ارويكم. زين، الشكل. زين، طبعا يوم انت تاخذه اصلي يكون مقفل كامل. زين، مقفل بالكامل. زين، المحبسين يكونون مقفلين بالكامل بهالشكل. زين، والغاز يكون محبوس. تشوفون تلاحظون هذه السدادة هذه مسدود من داخل. راح افتح لكم فقط ارويكم اذا فتحنا هذا شو اللي راح يصير في هذه المنطقة. زين، اوكي. وممكن ايضا نشاهدها من هنا. هذا طبعا تشوفون ان البرغي كامل مسكر. هذا البرغي كامل مسكر بالداخل، واصل هني للداخل، وايضا هني مسكر للداخل. الحين راح افتحها، راح افتح هذا فقط، راح ارويكم شو اللي راح يصير. او قبل ما افتح خليني ارويكم شو اللي راح يصير. طبعا في هذه الاثناء انت البرغي هذا مدفوع او بالداخل بالكامل، مدفوع للداخل. زين، تشوفونه مسكر. اوكي، لكن الاطراف هذه تشوفون الطرف هذا، شفتوا هذا الطرف راح ارويكم اياه. هذا الطرف زين
شوفوا هالأطراف هذه، زين هذه المنطقة هذه، اوكي تلاحظونها المنطقة هذه الأطراف هذه، اوكي تسمح بمرور زين الهواء أثناء الفاكيوم زين من هذه المنطقة، اوكي يعني هذا الطرف زين فيه فتحة يمر منها الفاكيوم زين، ممكن البرغي انتم ما تشوفونه، لكن اذا نفخنا الحين راح اركب لكم اياه وارويكم النفخ زين. طبعا اذا ركبت عدة القياس مالك او عدة الشفط فقط راح ارويكم نفس هذا الهوز زين في هذه المنطقة، اوكي في هذه المنطقة. طبعا المحبس مثل ما قلت لكم مسكر بالكامل للداخل، يعني ساد المنطقة هذه. انت راح تركب العدة الهوز مالك في هذه المنطقة على اساس انك تجري او تقوم بعملية الشفط. طبعا الغاز محبوس بالداخل بسبب هذا المسمار انه للداخل. الحين راح ارويكم، شوف في هواء بس ما في هواء يطلع من هنا، هنا ما يطلع هواء لان هذا المسمار مسكر وهذه المنطقة مسكرة بالكامل زين، هذا المسمار مقفل عليه بالكامل. لكن مثل ما شفتوا تشوفون هذه الفتحتين على اليمين على اليسار على البرغي راح تسمح لك بضغط او زين شفط الهواء من النظام بسبب مثل ما قلت لكم المنطقة هذه المنطقة ثبتها زين بسبب هذه المنطقة هذه. شوفوا هذا الطرف هذا من طرف المسمار لا يطيح عليه بس زين، من طرف المسمار هذه طرف المسمار هذا شفتوا المسننات هذه تسمح بمرور الهواء من خلالها هذه هنا. طبعا المسمار هذا يقفل على هذه المنطقة فقط زين، اوكي يسد الفتحة هذه اذا دخلتها للداخل، ولكن فيظل الفراغ عندك، الفراغ هذا تجويف، شفتوا تجويف هذا المسننات تجويف فراغ، يظل فراغ عندك يسمح بمرور الهواء سواء تضغطه او تعمل عملية فاكيوم. الحين طبعا ما فيه وهني ما فيه، هني ما فيه، لكن لو جينا سدينا او فتحنا بعد ما تخلص عملية الفاكيوم طبعا راح تفتح هذا، راح افتحه زين، هذا الحين راح افتحه، راح تلاحظون ان هذه الفتحة زين او المسمار الداخلي راح يفتح معانا، شوفوا من الداخل شوفوا يفتح معاي لا يطيح علي زين. شوف هنا لاحظوا بس فقط المسمار كيف راح يفتح. طبعا هذا ما ركبته صح، خلني اركبه فقط ولا اخلي بخلعه. شوفوا المسمار هذا فقط عشان ارويكم زين، اركبه كذا شوفوا شوفوا المسننات داخل التجويف نفسه زين، داخل التجويف نفسه في مسننات. هذه طبعا الانواع الجيدة يكون فيه مسننات داخل التجويف زين، في مثل البويض. الحين انت فتحت المحبس هذا هو بالكامل فتحناه اوكي، وبالتالي المسمار هذا رجع للداخل. شوفوا الحفرة هذه اللي داخل، الحفرة هذه الحفرة حفرة الإبرة، هذه حفرة الإبرة هذه اللي أنا حطيت فيها، هذه حفرة الإبرة هذه تشوفون راح تحصلونها بالداخل، هذه حفرة الإبرة رجعها زين. وبتلاحظون إن هني شوفوا هذا فتح معي، شوفوا هذا المسمار، هذا المسمار اللي أنا حطيته بالداخل شوفوا
هذا المسمار زين يعدي من هذه المنطقة. اوكي، لأنه زين السدادة هذه زين فتحت معاك. شوفوا هذه السدادة فتحت معاك، التجويف الحين مفتوح، بالتالي راح يمر معاك الغاز. زين، اما في حالة الوحدة تكون جديدة يكون هذا المسمار زين، شوف يطلع من هنا وراح يطلع من هنا، شوف يطلع من هنا. لا شوف. اما في حالة الوحدة الجديدة زين، شوفوا المسمار هذا، الفتحة هذه مال اللي راكب فيها الهوز، هذه موجود السوداء اللي داخل، هذه الداخل، هذه شفتوها، هذا الهوز نفسه. زين، هذا الهوز نفسه. الحين راح اسكر، زين راح اسكر، راح تنسد هذه يظل التجويف داخل. شوفوا التجويف هذا، شوفوا يظل التجويف هذا داخل لغاية ما ينسد هذا شوفوا تنسد هذه لغاية ما ينسد هذا التجويف، لغاية ما يسكر الفتحة اللي داخل هذه الحفرة. شوفوا الحين راح يسدها خلاص. الحين ما في أي غاز يمر في هذه المنطقة. زين، ما في أي غاز يمر داخل المنطقة هذه. زين، فقط راح يكون هذه الفتحات هذه هي اللي تسمح من بين المسننات، هي التي تسمح بمرور الهواء في حالة الفاكيوم فقط. زين، والمنطقة هذه راح تكون مسدودة. زين، عرفتوا القصة كيف؟ هذه عملية الفاكيوم، الهواء يمر من خلال المسنن الداخلي سواء للضغط أو للتفريق. زين، ولا يدخل إلى داخل النظام بسبب وجود السدادة هذه في الداخل. زين، اللي تسد الفتحة هذه من الداخل بهالشكل. زين، خلاص. وهذا مسدود أو البرغي للداخل محفور أو مسكر للداخل، وأمورك طيبة. هذه هي طريقة عملية الناس اللي تسأل كيف يصير الفاكيوم وأنا مسكر، وكيف يصير فاكيوم وفي غاز محبوس داخل النظام في الوحدات الجديدة. الغاز خلاص ممنوع من الخروج من هذه المنطقة، ولكن عندك هذه المنطقة تكون مثل ما قلت مسموح لك تعمل أي شيء فيها، ضغط أو سحب، بسبب وجود الفراغات بين أو التجويف هذا بين المسننات. عرفتوا؟ مسدود بالكامل. زين، مسدود بالكامل، هذا مسدود بالكامل، هنا ما في أي شيء. هذا الهواء يخرج من هنا، يخرج ويدخل من هنا. زين، هذا مسدود بالكامل، ما في هواء يخرج من هنا ولا هنا. شوف ما في ولا شيء. الحين راح افتحه، تغير الصوت، تغير خلاص. الحين تحول مجرى الهواء، تحول.
يلا نشوفكم على خير. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع الجمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك بدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.